اهلا يا بابا، مالك حضرتك متضايق كده ليه؟ انا عندي بحث بعمله، والبحث ده ضروري اجيب حيوان من الغابة اعمل البحث عليه ويكون اسد. وانا لازم اروح الغابة عشان اجيب الحيوان ده، وهناك في مخاطر كتير فانا قلقان. انا هاجي معاك يا بابا لو حضرتك هتروح الغابة. انا هاجي معاك. لا لا، ما ينفعش تيجي. ليه يا بابا؟ ما انت هتكون راكب في الاتوبيس وانا هفضل قاعدة ومش هنزل. خلاص ماشي، تعالي معايا. ماشي يلا بينا يا بابا. الله، ايه الاتوبيس ده بيعمل ايه عندنا في الغابة؟ اما اطلع كده اتفرج عليه من جوه. اهلا يا ماما. ها يا ليلى، عملتوا ايه هناك في الغابة؟ احنا ما لقيناش الاسد اللي بابا عايزه، وبابا جاي زعلان خالص. معلش، المرة الجاية ان شاء الله لما يروح يبقى يلاقي اللي هو عايزه. ماشي، انا هروح اجيب شنطتي واجي. ايه ده انا فين؟ انت مين؟ انا فين؟ ايه ده؟ اسد، اسد صغير. انت بتعمل ايه هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عجبني الاتوبيس ده ودخلت اتفرج عليه، بس شكلي كده نمت تحت الكنبة دي وبعدين لقيت نفسي هنا. انا عايز اروح، انا عايز ارجع الغابة. ما تقلقش ما تقلقش، بس اسكت ووطي صوتك واوعى تعرف بابا ان انت هنا، عشان هياخدك يعمل عليك تجارب لو شافك. ايه؟ يعمل عليا تجارب؟ لا لا، انا خايف انا خايف. ما تقلقش، انا هاخدك معايا الاوضه بتاعتي واقعدك معايا فيها، ومش هخلي حد يشوفك خالص لحد ما اشوف طريقه ارجعك بيها الغابه تاني. إيه بجد بجد؟ خلاص ماشي، انا هاجي معاكي. طب تعالى بقى كده، ايه ادخلك من الشباك هنا من ورا وبعدين انا هدخل. اوعى تطلع برا الاوضه. ماشي ماشي. احنا من النهارده بقينا صحاب. يلا قولي اسمك ايه؟ انا اسمي سيمبا. وانتي؟ انا اسمي ليلى. يلا يا ليلى عشان تتعشي، الاكل جاهز. لا يا ماما، انا ماليش نفس، كلوا انتم وانا خلاص هنام علشان انا مرهقة قوي من المشوار. يلا بقى يا سيمبا احكيلي عن الغابة، انا نفسي اسمع عن الغابة كتير. اتفضل يا بابا. ايه يا ليلى، ما جيتيش اكلتي معانا ليه؟ انا شبعانة ومش عايزة اكل ومرهقة وعايزة انام يا بابا، ممكن لو سمحت تطفي النور عشان هنام؟ خلاص ماشي، نام يا ليلى. انا كنت سامعك بتتكلمي في حاجة. لا لا يا بابا، انا ما كنتش بقول حاجة. طب يلا تصبحي على خير. انتظرونا يا صحابي بكرة ان شاء الله في الجزء التاني عشان نشوف سيمبا هيعمل ايه وايه اللي هيحصل فيه.